لا ده احلى، ده لا ده لا ده لا ده لا ده ده وبعدين ده. بقى وبعدين هو ده. طب المانجا فين؟ طيب المانجا طب ايوه التاني ده. ايس كريم المانجا خلاص فين؟ اتاخد ده من زمان يا ادم، ما لحقتوش ايه؟ انت، ما صورة لحقتوش انت وما لحقتوش يا عمر، اتاخد خلاص. صورة ها اختاروا بسرعه، اختاروا بسرعه. يبقى ده. ده 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 فر ده مكسرات ده ولا عايز ده. تحكي؟ ده 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 عايز ده كريم؟ ده 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 انا هقفل بقى وهمشي. يلا باي 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 باي. بصي زي ما انتوا سمعتوا كده الولاد شافوا الرز بلبن بجد انبهروا بشكله بالوانه، وكمان بقوا محتارين ياخدوا انهي حاجه فيهم من كتر ما هو شكله قد ايه حلو، وشكله كده كيوت ولذيذ، وكمان طعمه احلى كتير. والرز بلبن اللي بايس كريم المانجا انا اللي اكلته، تقولوش لحد بقى يا جماعه، لان انا اللي تعبت وانا اللي وقفت يا جماعه، فلازم كنت اكافئ نفسي كده بحاجه انا بحبها ويكون طعمها حلو قوي. الولاد كانوا عايزين يروحوا محل كده مشهور بيبيع الرز بلبن دوت، ثمنه غالي جدا، وكمان كانوا عايزين يطلبوا كل التوبينج اللي انا عملتها على الرز بلبن. قلت لهم ازاي اكون انا موجوده وما اعمل لكمش رز بلبن وكمان هطلعه احلى. جبت كوبايه كده من الرز غسلتها غسله سريعه، لان احنا عايزين النشا اللي موجوده في الرز، يعني لو رز لو ضامنين اللي هو نضيف جدا اللي هو في الباكيتات والاكياس وكده ممكن احنا ما نغسلهوش، بس عشان لو عايزين تطمنوا اكتر ممكن نشوفوا كده شطفه سريعه. انا جبت كوبايه من الرز وغسلتها غسله سريعه وحطيت عليها كوبايتين من الميه وغطيتها لمده ربع ساعه على نار هاديه لحد لما الميه اتبخرت تماما. بعد كده طفيت عليها النار وبدات بقى اضيف الاضافات الحلوه اللي انا عايزه اضيفها. كل نص كوبايه من الرز هنحط عليها لتر من الحليب، يعني كل نص كوبايه من الرز هنضيف عليها لتر واحد بس من الحليب. شوفوا بقى الكميه اللي انتوا عايزينها، عايزين مثلا 3 كيلو لبن حطوا كوبايه ونص من الرز على حسب الكميه اللي انتوا عايزين تعملوها. وضفت عليها كوبايه من الكريمه يا جماعه بتخليها طعمها حلو جدا، وربع كوبايه من الكريم شانتيه، و3 معالق كبار من اللبن البودره. كل الاضافات اللي انا ضفتها ديت هتخليه شبه جدا الرز بلبن اللي احنا بنشتريه من بره اللي هو الكريمي اللي طعمه حلو قوي. لو عندنا كريمه ممكن نستغنى عن الكريم شانتيه واللبن البودره، لو عندنا كريم شانتيه بس ولبن بودره ممكن نستغنى عن الكريمه، لكن لو عايزينه بقى كده طعمه غني جدا وطعمه حلو قوي ممكن تضيفوا الاضافات كلها. وهنضيف 2 باكت من الفانيليا وكوبايه من السكر، لان كل نص كوبايه من الرز بنضيف عليها نص كوبايه من السكر دوت. لما بيكون طعم السكر بتاعه مظبوط او سكره خفيف عايزين تزودوا شويه نص كوبايه من الرز نضيف عليها كوبايه الا ربع من السكر. عايزينه طعمه سكري عالي نضيف كوبايه من السكر على حسب بقى السكر اللي انتوا بتحبوه يا جماعه، لان السكر دوت زي الشاي كده، ممكن واحد يحب كوبايه معلقه سكر معلقتين سكر، فمش هقدر اقول لكم مقدار معين للسكر. فبصوا بقى نفضل نقلب لحد ما الميه كده تتبخر فيه واللبن كده يقصر شويه من غير ما نضيف نشا، لان النشا بتغير طعمه تماما. لو انتوا عايزينه طعمه زي بتاع بره بالظبط هنخليه على النار لمده نص ساعه على نار هاديه ونقلب لحد لما قوامه يتقل ونكتفي كده. والسكر نضيفه اخر حاجه، يعني السكر نضيفه امتى؟ لان النقطه دي مهمه جدا. السكر نضيفه بعد ما الرز بلبن يتقل ونقلبه تقليبتين كده ونخليه 5 دقايق يغلي على النار. بعد كده نرفعه من على النار ونصبه بقى في اي حاجه احنا بنحبها ونغطيه، لان خطوه ان احنا نغطيه دي خطوه مهمه جدا لان هي بتعمل الكشكشه الحلوه اللي في الرز. شلته بقى كده على جنب. هعمل لهم كمان طواجن في الفرن، لان اتفقت معاهم هعمل لهم جميع انواع الرز بلبن. بعد ما حطيت الطواجن الحلوه الكيوت الصغنونه ديت هحطها في اي حاجه بقى تدخل الفرن. مش هنشغل الفرن من تحت، احنا هنشغل الشوايه بس لحد بس ما تاخد اللون الحلو اللي احنا بنحبه بتاع الرز بلبن دوت. تمام، هنشغل الشوايه لمده بس 3-4 دقايق تاخد لون كده حلو. بعد كده هنخرجه على طول. كده جاهز معانا الرز بلبن الفرن. بصوا بقى شكله قد ايه حلو بجد، شكله خطير وكمان طعمه احلى. ممكن بقى نزينه كده بشويه مكسرات، فستق، ممكن فول سوداني، ممكن زبيب، ممكن جوز هند، اي حاجه انتوا بتحبوها ممكن تزينوا بيها. وكمان سبت واحد ساده عشان في ناس كتير جدا ما بتحبش اصلا اي اضافات على الرز بلبن. بصوا بقى شكله قد ايه حلو. تعالوا بقى اقول لكم ازاي انا زينت بقيه الاطباق التانية.
بعد بقى ما خرجناه من التلاجة كده وسقع وبقى حلو. بصوا قد ايه كريمي، يعني انا حبيت كده ان انا افتح واحد كده معاكم عشان تشوفوا هو قد ايه كريمي وقد ايه ناعم، بجد خطير. بس امشوا على نفس التركات وما تحطوش نشا زي ما اتفقنا، هنسيبه على النار كده لحد ما يتقل لوحده، بيكون طعمه كريمي وحلو جدا. جبت بقى كده شويه من المانجا، ما ينفعش يكون يعني ان احنا في موسم المانجا وما ندخلهاش في اي حاجه حلوه احنا بنعملها. قطعت شويه مانجا كده مكعبات وحطيتها على الوش. كان عندي كراميل برضو زينت واحد كده بالكراميل، بيكون طعمه حلو جدا. وبعد كده هنزين بقى واحد بالكوكيز، بيكون برضو طعمه خطير. جربوه يا جماعه وكده بجد مش هتندموا يعني. وانا كنت عامله ايس كريم برضو، هسيب لكم لينك الايس كريم في اول كومنت، وكمان لينك الكراميل كنت عاملاه بنفسي، هسيبه لكم برضو اللينك بتاع الكراميل في اول كومنت. حطيت ايس كريم فانيليا وشويه كده مكسرات، وحطيت ايس كريم مانجا زي ما اتفقت. انا عامله برضو الايس كريم ماشي. يعني كل حاجه انا عاملاها في البيت بنفسي، الكراميل، الايس كريم الفانيليا، الايس كريم المانجا والكوكيز انا عاملاها برضو بنفسي. ورشيت كده على شويه من المكسرات في طبق، وشويه تاني من القرفه. يا جماعه القرفه على الرز بلبن بيكون طعمها حلو جدا. بص بقى شكله قد ايه حلو وشكله قد ايه كيوت بجد، يعني الولاد كده لما يجوا من بره او شافوا المنظر ده هيتفاجئوا جدا بيه وهيبسطوا جدا وهيفرحوا، واكنكم خرجتوا خروجه حلوه ودفعتوا مبلغ كبير جدا، لانكم لو طلبتوا الرز بلبن ده من بره هتدفعوا يعني مبلغ كده محترم وحلو. ايه رايكم بقى؟ اكتبوا لي بقى كده رايكم في الكومنتات. ده بالقرفه، وده الطاجن الحلو على فكره. الطواجن يا جماعه بعد ما تخرج من الفرن وبتهدى نحطها في التلاجة بيكون طعمها حلو جدا وهي ساقعه، وبالمانجا طعمه حلو. كله بجد طعمه خطير. متنسوش بقى تعملوا لي متابعه على الفيسبوك وتعملوا لايك، ولو بتشوفوني على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه. واشوفكم على خير وباي باي.